ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعال بقى شوف العظمه اللي احنا عملناها مع بعض، انا وعمتي اخت جوزي وسلفتي. يعني كنا مشتركين كده عند حماتي في في غدانا النهارده كده، وقعدتنا معاها طول النهار عشان تعبانه شويه. يا رب يشفيها يا رب، ويحوش عنها اي شر واي حاجه وحشه، اللهم امين. فقلنا بقى نعمل بطاطا بكريم كراميل. معانا كيلو بطاطا، غسلناه ونضفناه ونصفناه من الميه بتاعته. هنحطه على البوتاجاز، وهنحط عليه قيمة كوباية لبن كده. بدل ما نسويها بمية هنسويها بلبن. حطينا كوباية لبن اهوت هنسويها بيه، وهنحط عليه معلقة سكر واحدة. معاكم اهوت معلقة سكر واحدة. هنحطه بقى على البوتاجاز يستوي بقى خالص كده براحته، لما نجهز بقية الحاجات بتاعتها. اهو كده تمام، حطيناها على البوتاجاز اهوت. وهي تستوي يعني ممكن تستوى بمية وتستوى بلبن عادي، ده وده. معانا بقية حاجتنا اهوت. معانا كيلو لبن، هنفضيه كله في شفشق الخلاط. ده شفشق حماتي يا ولاد، محدش يخالي عليه عشان ده بتاع حماتي. الحاجات القديمة دي برضو لها قيمة برضو زي اصحابها كده. وده كيس كريم شانتيه، هفرغه كله. ومعانا نشا، هنحط معلقتين نشا واربع معالق سكر. الاول هنحط 4 معالق سكر كبار. ومعانا النشا اهيت، هنحط معلقتين برضو كبار نشا. دي واحدة ودي التانية اهيت. هنحط بقى كريم كراميل، هنحط البودرة بتاعته والعسل، هنفرغه في الصينية. ده اول كيس اهوت. دي العلبة التانية، هفرغها برضه اهو. كل ده بقى بنجهزه بقى، والبطاطا على البوتاجاز بقى اما تستوي براحتها، عشان عايزينها تبقى مستوية قوي يعني، عشان نعرف نضربها في الخلاط. دي باكو فانيليا، هضربها بقى في الخلاط وارجع لكم تاني. دي البطاطا على البوتاجاز اهيت، بدأت تستوي باللبن. يعني كده استوت معانا، وبقى شكلها عامل ازاي، بقت مستوية خالص اهي. هرستها بالمعلقة اهو. فضلت اهرس فيها جامد كده لعند ما اتهرست معايا خالص، عشان تبقى ناعمة معايا في الخلاط. ده بقى بقية الحاجة بتاعتنا اهوت. اللبن والكريم شانتيه والنشا والحاجات دي ضربتها الاول، وبعدين هقوم حاطه البطاطا وحاطه بقى عليها حاجه بحاجه كده عشان نضربها. لازم تصفوا الحاجه بضمير كده عشان الحاجه غاليه. اهوت بقى انا كنت ضربت شفشق وده التاني، بس الواحد بقى عشان كان مستعجل الحاجه ما كانتش مظبوطه معاه كده في الدين.
فكده بقى تعالوا بقى نشوفوا بقى معانا بقية الخطوات بتاعتنا كده اهو كده بقى عمتي اهي، عمتي اللي واقفة معايا. والله برضو تعبانة وما كانتش قادرة تقف، بس مرضتش تزعلني. ده بقى هو بقية الحاجات بتاعتنا، البطاطا باللبن بكل المكونات بتاعتها على البوتاجاز اهيت. هنسيبها بقى لما ايه تتقل معانا كده وتبقى سكمها زي ما احنا عايزين، وهنفضها بقى في الصينية بتاعتها. هنقعد بقى نقلب فيها بقى لعند ما ايه ما تتماسك معانا كده، وتبقى ايه زي ما احنا عايزين طلبها كده. هي بتاخد تقليب كتير علشان ايه ما تبقاش مجلدعة كده او تمسك في بعضها. لازم الواحد يبقى ايديه فيها باستمرار كده، يفضل يقلب فيها كتير لعند ما تتظبط. لسه اشوف كل ما اشيل المضرب منها الاقيها لسه خفيفة، عايزة تتقلب جامد. تفضل تقلبي 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 لعند ما ايه ما تتقل في ايديكي كده. كده زي ما انتم شايفين عملت فقاقيع كده، بقت كده خلاص. هقلبها بقى تقلبتين كده واشيل المضرب منها وافضها بقى ايه في الصينيه. كده بفضها في الصينيه اهوت. يعني نحطها بقى في التلاجة ايه 100 ساعة او 2 كده، وهنطلعها بقى بألف هنا بقى على قلب الله ياكله. مش انا اللي هقطعها، عمتي اللي هتيجي تقطعها. كانت تعبانه والله، ربنا يشفيها يا رب هي كمان. قولوا لي بقى ايه رايكم فيها بقى، تورتايه والله. هي بقى اللي بتقطعها اهيت. شو عامله ازاي؟ اللي يشوفها يقول ما يقولش بطاطا والله. هي كريم كراميل عادي، اللي يشوفها ما يقولش فيها بطاطا. هي ما شاء الله جميله والله، كلنا كلناها النهارده بألف هنا. ما تنسوش بقى تعليقاتكم الجميله واللايكاتكم الحلوه، ويا ريت تشجعونا كده عشان ربنا يعيننا ويعينكم كده يا رب. وما تنسوش بس تدعوا لحماتي كده ان ربنا يا رب يشفيها ويحط طول في عمرها وحوش عنها، ويرحمهم برحمته الواسعه.